تتويج برشلونه بهذا الدوري معجزه علشان الست اسباب دول. هاخدك معلش يا ابو الكباتن، هرجعك بالزمن كده لاول الموسم. بالله عليك هل كنت تتخيل ان برشلونه هيكون بالجمدان ده؟ اكيد لا طبعا، لان اللي بيحصل ده معجزه. خد عندك الاسباب يا ابو الكباتن. رقم واحد، عدم ضم صفقات في الصيف بسبب الحاله الاقتصاديه، الفريق ما دخلوش صفقات غير اولمو. رقم اتنين، برشلونه حقق الثلاثيه المحليه بلاعبين صغيرين في السن ما عندهمش حتى خبره، كمان ما سبقش ليهم التتويج بالالقاب ودي معجزه. رقم ثلاثة، هانز فليك نفسه اعاد احياء برشلونه بعد خروجه بموسم صفر. رقم أربعة، مفيش اي مشجع سواء من برشلونه او خارج برشلونه ما كانش يتوقع ان الفريق يقدم الاداء ده ويفوز بثلاث القاب. رقم خمسة، وهو ريال مدريد. ريال مدريد اللي كان في اول الموسم المرعب، اللي تعاقد مع كيليان امبابي اللي هيطلع نار من بقه، وكان قبله بيلينجهام، ومعاك فينيسيوس افضل لاعب في العالم واللي كان مرشح ان هو يكتسح كل المنافسين. فجاه الفريق ضرب غطس وانت اللي بقيت بتكتسح كل المنافسين ودي معجزه. رقم ستة، وهي القوه البدنيه لبرشلونه. ده سر كبير جدا في اداء برشلونه وتحقيق الالقاب. اللاعبين لعبت ماتشات متتاليه 120 دقيقه وما شاء الله بيفوزوا، وده ابو الكباتن غير اللي كان بيحصل مع تشافي. فهل برايك توج برشلونه بالدوري عن استحقاق ولا لا؟